أنا فلاحة مصرية أصيلة، اتربيت في حضن الأرض وعرفت منها معنى الصبر والتحمل. يمكن شكلي بسيط، لكن تجربتي في الأرض مش قليلة، وكل خطوة في الطين علمتني درس. واللي عشته مش لنفسي بس، ده أمانة لازم أوصلها للي بعدي، علشان كل جيل يلاقي نور قدامه. أرض بتعلمنا القيادة من غير ما نقصد. لما تزرع حبة قمح تستناها بشهور، تسقيها، تتابعها، وتتحمل الحر والبرد. نفس الحكاية مع الناس. القائد لازم يكون صبور، يتعب الأول علشان الكل يفرح بعده. اللي يتعلم يزرع يعرف يعني إيه تخطيط، ويعرف يعني إيه مسؤولية. أصعب وقت بيبان فيه القائد هو وقت الخوف. مرة كان لازم نقرر نزود المحصول رغم الظروف الصعبة. في ناس قالت هنخسر، وناس تانية قالت خلينا في المضمون. أنا اخترت أمشي ورا الأمل، واعتمدت على ربنا وعملت حسابي وخططي. النتيجة تعبنا، بس المحصول كبر والبركة كانت كبيرة. ساعتها فهمت إن القرار الحكيم مش صوت عالي، القرار الحكيم عقل بيفكر وقلب ما بيتهزش. القيادة مش إنك تتحكم في غيرك، القيادة إنك تخلي غيرك يحس إنك معاه. مش إنك تفرض رأيك، لكن إنك تفتح ودنك وتسمع، وبعدين تقنع بالحسنى. القائد الحقيقي مش بس عنده قوة، القائد عنده رحمة. ولو الناس شافت منك عدل وحكمة هيتبعوك من غير ما تطلب. زمان لما اجتمعنا ستات ورجالة في القرية نعمل جمعية صغيرة، الكل استغرب وقال تفتكروا هتنجحوا؟ قلت لهم ساعتها اللي يقدر يدير بيت يقدر يدير مشروع. وبالفعل اشتغلنا مع بعض، وكل واحد فينا كان ليه دور. القيادة مش شخص واحد، القيادة فريق بيكمل بعضه، زي السنابل في الغيط، كل واحدة واقفة لكن كلها بتدي خير واحد. لما تبص ورا وتشوف إن تعبك جاب نتيجة، تحس إن القيادة مش بس كلمة، دي حياة. أي إنسان ممكن يكون قائد لو عارف يخلي الصعب سهل ويحول الخوف لفرصة. أنا أمنت إن اللي يعيش بحكمة يعيش قائد، حتى لو مش في منصب كبير. أنا اتعلمت القيادة من الأرض، من المية وهي بتجري، ومن الشجر وهو واقف، ومن التعب وهو بيتحول لبركة كبيرة. كل جيل محتاج يتعلم القيادة، مش علشان المنصب، لكن علشان يعرف يعيش صح، ويخلي اللي حواليه يعيشوا صح كمان. وأنا متأكدة طالما في حد بيزرع بحب وفي حد بيدي بحكمة، هيفضل في أمل، وهيفضل في قادة حقيقيين يغيروا بكرة.